بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هوريكم طريقة المرق الصعيدي زي ما طلبتوا مني على الفرن اللي مع الغاز أو الفرن الحديد احنا بنسميها. شايفين طالع تحفة ازاي، كمان أحلى من الفرن البلدي، طالع أبيض ومندي وطري جدا ما شاء الله، تحفة الله أكبر. والمرق طالع مظبوط الله أكبر، يعني ريحته كانت مالية المكان صراحة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هكرر معاكم بس المرق الصعيدي، بس ان انا هسويه في الفرن بتاع الغاز، علشان خاطر ايه، في ناس كتير قالت لي احنا ما عندناش، طب نعمل ايه؟ ينفع على البوتاجاز؟ ينفع على البوتاجاز، ينفع على الفرن الغاز. انا هنعمله، هعمل بس معاكم الفطير. دي التسبيكه زي ما انتم شايفينها، انا كنت جهزتها خلاص. وطريقتها اللي مش عارفها يرجع للفيديو القديم، هيلاقي طريقتها بالظبط وكل تفاصيلها.